السلام عليكم اخواتنا الغلابه، ازيكم عاملين ايه؟ حلقه جديده والله مش عارف ابداها ازاي، بس انا لقيت رجاله كتير عامله لبش الفتره الاخيره، وشكلنا كده هنطلع لنا ب 13 14 قضيه، فتعالى كده نشوف هنقول ايه. من اسبوعين كده الواد كايل ووكر اتمسك وهو مش دريان باللي حواليه، وبيعمل حاجات مش ولا بد، وشكله كده هيترفع عليه قضيه قريب. قبلهم بقى شفنا قضيه اشرف حكيمي، مع ان الواد مش برازيلي يعني، كنا قلنا ماشي معذور. وقبلهم برضه شفنا حوار توني اللي اعترف على نفسه انه كان بيسرب الاخبار لمكاتب المراهنات، وانه مجمع ثروته يعتبر من الحاجات دي. فقلت ايه اللعيبه مالها مشاكلها كترت ليه كده؟ ولا كنا نسمع عن المواضيع دي ايام موسيماني. فقعدت ادور ولقيت ان ما شاء الله الرجاله كتير منوره في التخشيبه جوه، فقلت اجرب اعمل تشكيله من اللعيبه السوابق دي، ودي النتيجه اللي وصلت لها. ونبدا بحراسه المرمى. في مركز حراسه المرمى بيجي الحارس الكولومبي المشهور صاحب صدة العقرب هيجيتا، وبما انه من كولومبيا فطبيعي البلد كلها تكون عارفه بابلو اسكوبار، اشهر تاجر مخدرات في التاريخ. المهم هيجيتا بقى مش بس كان عارفه، لا بابلو كان بيقول ان هو صاحبه، وفي محاولات بابلو ان هو يسيطر على كولومبيا لوحده خطف بنت واحد تاني من منافسينه في السوق اسمه كارلوس مولينا، وطلب بابلو من مولينا فديه، بس اشترط ان اللي يسلم الفلوس دي يكون هيجيتا. المهم ان هيجيتا عمل فيها فاعل خير وبتاع، وراح جاب منه الفلوس واداها لاسكوبار، بس وهو بيستلم الفلوس من مولينا خد منه مكافأة عشان وافق ينقذ بنته وكده، فجت الحكومة قبض عليه عشان القوانين بتمنع اصلا ان حد يستفيد ماليا من عمليات الاختطاف عموما. في الباك اليمين بقى واللي سبق كايل ووكر، واللي انا شخصيا بعتبره افضل باك يمين في تاريخ اللعبه، داني ألفيش. اهو ده بقى برازيلي صرف. عايز تعرف يعني ايه برازيلي او هم بيبقوا عاملين ازاي؟ فتابع ألفيش اللي هو محبوس حاليا في المدينه اللي ياما لعب فيها برشلونه عشان اعتدى على واحده في مالها ليلي، بس ما شاء الله عليه دلوقتي الاخبار اللي طالعه كلها من جوه السجن بتقول انه بينظم دورات جوه السجن وبيلعب فيها وبيكسبها، بياكل عيش يعني. في قلب الدفاع بقى عندنا اتنين. الاول توني ادمز مستر ارسنال، ايوه اسمه كده، وده من اساطير الارسنال، وبيقولوا عليه انه انجح كابتن في تاريخ ارسنال، لبس شرط الكابتنه 14 سنه من وهو عنده 21 سنه لحد ما اعتزل. وطبعا كلنا عارفين ان اللعب في ارسنال مش سهل، من كتر ما بيجي لك كمشجع حالات اكتئاب شديده، فاللعيبه كمان اكيد بيحصل لها كده. ادمز بقى بعد ماتش خسر فيه قال ما بدهاش بقى، وراح شرب خمره وساق عربيته، واتوقع انه كان جايب اخره ورايح ينتحر، وساعتها بس خبط في حيطه واتقبض عليه ودخل السجن شهرين تأديب وتقويم. المدافع الثاني بقى مدافع شاب اسمه ريكاردو كولدر، وكان بيلعب في نادي استون فيلا، وكان شاب صغير كده وفرحان بنفسه، ولسه شاري عربيه مرسيدس باول قبض ليه. ففي يوم وهو طالع من الموقف بالعربيه في واحده خبطته بالعربيه بتاعتها، فهو نزل متعصب بقى وقعد يزعلها شويه، وبعدين قال انا عارف ان الكلام ده مش هيجيب فايده، وركب عربيته تاني فقامت خبطه تاني، فنزل عجنها ضرب. الباك الشمال بقى او اللي كنا فاكرينه شمال بس ما بقناش متاكدين دلوقتي، وهو بنيامين مندي لاعب السيتي اللي كان متهم في 8 قضايا اعتداء على الستات، واتحبس في 2020 عشان يطلع السنه دي ويتبرأ من 6 قضايا من ال8 اللي كانوا مرفوعين عليه، وفاضل قضيتين لسه قرار المحكمه ما صدرش فيهم، فمش عارفين هو يعني الدنيا ايه، بس واضح ان مشاكله كتيره، فخليه في التشكيله جنب اخواته. نطلع بقى على نص الملعب، وعندنا في السنتر اللاعب جوي بارتون، وده واحد لعب في مانشستر سيتي ونيوكاسل، ودخل السجن عشان مره وهو طالع من فندق مع اصحابه اتخانق مع واحد واداله 20 لوكاميه في وشه، دخلوه في غيبوبه. جنبه بقى اسطوره من اساطير النص الثاني من مانشستر، الايرلندي جورج بيست نجم مانشستر يونايتد، واللي كان معروف عنه ادمانه للكحول، وده كان السبب في دخوله السجن بعد ما مسكه ضابط شرطه وهو سايق تحت تاثير الكحول، فقام اتخانق معاه فلبسه 3 شهور. قدامهم بقى كصانع العاب طيب الذكر مارادونا، واللي كان مشهور عنه حوار انه خارج عن القانون وادمانه للمخدرات والكلام ده، بس اللي دخله السجن انه في يوم كان في صحفيين واقفين بره بيته، وهو ما تفهمش بقى كان في وعي ولا ايه، فقام فاتح النار عليهم بالمسدس واتصاب منهم 4، فاتحكم عليه بالسجن 2 و10 شهور، وغيرهم بقى حاجات كتير صعب نقولهم كلهم، فاحنا نديله شرط الكابتن، شكله كان عيل خطر. خط الهجوم الناري بقى عندنا على الجبهه الشمال البرازيلي رونالدينيو، اللي ربنا سترها عليه طول مسيرته وما اترفعش عليه ولا قضيه زي اصحابه في البرازيل، بس اتمسك وهو بيحاول يدخل الباراجواي بجواز سفر مزور. يعني سبت كل القواضي وبتتمسك وبتدخل السجن في دي؟ يا غبي يا غبي. ماشي يا عم رونالدينيو. على اليمين بقى الموهبه اللي كانت صاعده بسرعه الصاروخ ميسون جرينوود، واللي مؤخرا اتقبض عليه عشان كان بيلعب مصارعه مع حبيبه، ونزلت الصور على النت وفضحته، ومن ساعتها محدش شاف الواد ده تاني. مهاجم الفريق بقى هو الملك إيريك كانتونا، مهاجم
مانشستر يونايتد، واللي كان معروف عنه انه عصبي جدا في الملعب. فبعد ما خد طرد في ماتش من الماتشات مع اليونايتد في الدوري، فهو طالع في مشجع شتمه عشان يقرر ساعتها كانتونا انه ينفذ حركه الكونج فو اللي هو لسه متعلمها، ويطير عليه يديله بالرجل في وشه، ويتحكم عليه بعدها بالسجن لاسبوعين بس، ويعاقبوه في الدوري بالايقاف. عندنا بقى لعيب مهاجم اسمه دانكن فيرجسون. هو مش احسن حاجه يعني، بس هو عنده قصه كده حلوه تخص الحلقه، فهحكيها بالمره ونبقى نحط دكه مثلا لكانتونا ولا حاجه. دانكن ده كان بيلعب في رينجرز، وفي ماتش زهق من المدافع اللي كان بيلعب عليه عشان كل شويه يساله هو انت ليك فروع تانيه في اسكندريه غير اللي في ستانلي ولا لا. المهم ان هو اخر ما زهق منه نطحه في وشه وفتح له شفته، فراح رفع عليه قضيه وحبسه 3 شهور. ما كان يرد عليه ويقول له انا لسه فاتح فرع في الازاريط عندنا، كان هيحصل ايه يعني؟ وبكده نكون خلصنا التشكيله بتاعتنا من اللاعبين المسجلين خطر ورد السجون. جيت بقى ادور لهم على مدرب ما لقيتش، بس لقيت رئيس نادي. ربنا يفك الديك يا سياده المستشار. وبس كده يا سيدي نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. ولو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول. واشوفكم على خير، سلام.